في كتاب الفوائد فائدة اليوم بيقول في 10 أشياء لا ينتفع بها، ملاش فايدة. 10 أشياء في حياتك لو ما استخدمتهمش كأنك مش موجودين في حياتك. أول حاجة علم لا ينتفع به. عندك علم، اتعلمت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلمت آية وبعدين ما بتعملش بيها، على جنبها قاعدة وخلاص، فكرة وخلاص. علم لا ينتفع به، دي من ضمن 10 أشياء. إنما حذيفة بن اليمان قال تعلموا ما شئتم، تعلموا ما شئتم فإنكم لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. مالكش أجر غير لما تعمل باللي انت تعلمته. أي علم، سواء علم دنيوي أو علم أخروي، علم الدين أو علم الدنيا، انت تعمل به، تتعلم. لأن رب العالمين يوقفك يوم القيامة يسألك عن علمك ما عملت به. العلم اللي انت تعلمته ده، الآية اللي سمعتها وحفظتها عملت بها ايه؟ ويؤتى بالرجل يوم القيامة يقول له عن علمه، يقول يا رب قرأت القرآن وتعلمت، يقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت اللي يقال قارئ، فيؤخذ به إلى النار. فالعلم اللي بتتعلمه وما تعملش به على طول لن يتقيد. أيضا العمل الذي لا إخلاص فيه برضه ما فيش فايدة، ماليش فايدة، يا ريتك ما عملتش. عمل لا إخلاص فيه، طلعت 1,000,000 جنيه كده للفقراء والمساكين بس عشان الناس يقولوا الباشا والبي جه. صمت طول السنة، عملت تصوم عشان بس يقولوا ده بصوم. رحت حجيت عشان يقولوا ده الحج فلان. عملت أي عمل، وقفت تصلي عشان الناس يقولوا ده بيصلي. رفعت ايديك وبتدعي عشان الناس يقولوا بيدعوا. كل ده ليس لك في أجر، بل عليك وين الوزر، عليك الوزر، انت بتاخد السيئات فيه. في العمل الذي لا إخلاص فيه لا نفع فيه، مش هتنتفع به، بل يكون عليك وبالا، يكون عليك وبالا. يبقى أول حاجة علم لا تعمل به، تاني حاجة عمل لا إخلاص فيه، ما كانش فيه إخلاص، ما كانش فيه نية لله. رايح تجامل بنت عمتك، بتجاملها خلاص عشان هم جولوا جاملوني، عشان هم جولي أنا بروح لهم بس عشان أرد لهم الجميلة، مالكش أجر. يا ريتك ما رحتش أحسن، يا ريتك ما رحتش. لأنك لو ظبطت النية بس عشان هي بنت عمتك، عشان صلة رحم بس في قلبك بس، تاخد الأجر. عشان كده تسمع الناس بتشتكي يقول لك ده انا رحت لها وانا عملت معاها واتقلب عليا. ليه؟ لان ما كانش فيه نيه صالحه. لو كانت النيه صالحه من الاول ما كانوش يتقلبوا عليك. انت رحت عشان كده مجاملات، عشان يقولوا ده جه ودخل علينا اي عمل تعمله ويتقلب عليك، اعرف كانت النيه ما كانتش كويسه. لان مش ممكن ابدا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، مش ممكن يضيعك. العمل اللي انت احسنت فيه نية صالحة واتباع للنبي، مش ممكن يضيع. ولابد ان ياتيك بالخير في الدنيا قبل الاخره، لازم يجيب لك خير. انما اتقلب عليك في خلل، الموضوع ما كانش مظبوط. ايضا ومال، الحاجة الثالثة الرابعة، المال مال لا ينتفع به ولا يستخدم في طاعة الله. مال اجمع بس واشيلهم بس، لم تستمتع به ولا بتنفقه في سبيل الله، يعني بتتحصل عليه بس، انت عمال تجمع بس وخلاص. طب هو فائدة المال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رب العزة أن رب العزة يقول إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة، عشان تصلي. يعني ايه اصلي؟ يعني اجيب فلوس عشان اصلي؟ لا، عشان تقف تصلي كده قدام الملك جل وعلا قلبك فاضي، عشان تستخدمها في طاعة الله. يعني عشان تستخدم المال ده في طاعة الله. انفق على نفسك كل استمتع، ما تحوش، عمال تحوش شايل بس على ومحصر نفسك، حارم نفسك. ناس كتير تسمع عنهم بيمشي 3-4 كيلو عشان ما يركبش، عشان ما يدفعش 3 جنيه ولا بتاع. يا عم استمتع يا عم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة انفقي ولا تكوي فيكوى عليك. بقول لها انفقي في سبيل الله وما تربطيش، لانك لو ربطت ربنا هيربط عليك.
يكوي يعني ايه؟ يعني بيربط، يعمل يحط الفلوس في وعاء في كيس كده ويربطه. الربطه ديت يعني ايه؟ كواهو، يعني ربط عليه. فبقول لها ما تربطيش، ولا تحصي فيحصى عليك، ما تعديش، ما تقولش ده انا طلعت 3000 جنيه، انا طلعت 3000، انا عملت، ما تحسيب، طلع وانسى خلاص. وتلاقي رب العالمين اعاد عليك عادات كتيره، انما تحسبها يحسبها عليك. يبقى مال لا ينتفع به ولا ينفق في سبيل الله، ماليش فايده برضه. محطوط عندك ملايين مملينه، محطوط ايه يعني؟ ملاش فايده، كأن ما عندكش حاجه. ما البخيل كده، البخيل فقير. البخيل واحد عنده ملايين بس بخيل، مش قادر يمد ايده على جنيه يصرفه، مش قادر يصرف. ده جعان، بخيل، فقير، مش قادر ياكل. ايضا من ضمن الاشياء التي لا ينتفع بها قلب فارغ من ذكر الله. قلب فارغ ماليش فايده، قلب مليان حب وغرام واغاني وانتقام وافلام وحب بس، انما ذكر الله حجمه في القلب ده قد ايه؟ ولا حاجه. تلاقيه وقت ما يجي الفرح، فرح في الشارع بيرقص ومزقطط، وقت ما يسمع القرآن مكشر. وخلصونا بقى من القعده الطين دي، ايه اللي انتوا فيه ده؟ خلصونا بقى، مطولين ليه كده؟ ولا يقول لك اقفل يا عم الميكروفون، مدوشنا ليل ونهار. انما الفرح من 11 بالليل لاذان الفجر ابدا، مبسوط ومنشرح. الذين اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، واذا ذكر الذين من دونه، الحاجات التانية تذكر، اذا هم يستبشرون. طيران، بيسمع الاغاني طيران. يبقى القلب الفارغ من ذكر الله ليس له قيمه، يا ريته مكان. ايضا من ضمن الاشياء اللي ملاش فايده الخمسه، بدن معطل عن طاعه الله. البدن معطل عن طاعه الله، ما يجيش يسجد ويصلي ويقوم ويروح ويجوع في سبيل الله ويعطش في سبيل الله بالصيام، ويسعى يجري ويروح يوصل لحد يتيم ولا حد فقير، ولا يقف كده بالليل يتململ امام الملك جل وعلا ويقول له انا مسكين، انا غلطان، انا مش هعمل كده تاني. بدن مستريح، قاعد ياكل ويشرب ويسرح احسن برفانات واحسن شامبوهات واحسن بتاع، مهتم ولا هي مهتميه ببدنها ومانوكير وضوافر ورموش، مهتميه بس بالحاجات ديت، مفيش طاعه لله، ماليش قيمه. مصير البدن ده التراب وبعد كده النار. هيروح فين؟ احلى بدن في الدنيا راح فين؟ اجمل بدن في الدنيا راح فين؟ تراب، راح للتراب. يبقى البدن المعطل عن طاعة الله ماليش قيمة. أيضا محبة لا تتقيد برضا الله، محبة لا تتقيد برضا الله. عمال يحب، قاعد حبيب، بحب البنت الفلانية وبحب أبوه قوي، بحب أمه قوي. فين ربنا بقى؟ فين؟ مفيش. بحب الناس دي كلها أكتر من ربنا، بل ربنا مفيش خالص. هل مطلوب مني ما احبش عيالي واحب مراتي؟ احبهم لكن مش اكتر من ربنا ابدا، مش ممكن. لو عملوا ايه؟ لان الناس دي، كل الناس دي، مراتك وعيالك بعد ما تموت بشهر شهرين خلاص الله يرحمه بقى، خلينا نعيش حياتنا بقى يا عم. انت هتنكدوا علينا على طول، هو ابوك ما خلاص يا عم. وانت بالله عليك انا وانت وفلان فاكرين ابوك؟ انت فاكر ابوك؟ انا فاكر ابويا؟ هي طشاش كده حاجات، كل فتره كده افتكر ابويا، يا رب يرحم ابويا بقى، يا رب كان راجل طيب. عيالك هيعملوا نفس الوضع. فالمحبه لاولادك وزوجتك تكون مقيده لله. انا بحبهم عشان هم عيال وبقف معاهم عشان اساعدهم لله بس، انما مش اكتر من ربنا. ما ياخدونيش من ربنا، ما ياخرونيش عن صلاه، ما ياخرونيش عن فعل خير، ما ياخرونيش ابدا، ما ياخرونيش. أنا وعيالي مع ربنا أنا الأول. أيضا وقت معطل ومضيع، وقت متعطل أو مضيع. وقت معطل قاعد كده بس وخلاص، قاعد وخلاص. حتى تلاقي قاعد في الشغل، ما فيش شغل قدام، قاعد خلاص عمال يفكر بقى، ولما ارجع لها البيت هنكد عليها حياتها، هي عملت معايا كده ليه امبارح، والله لا مش عارف ايه، ولا فلان بتاع جاري دوت. وقت كده بقى، الوقت دوت وقت ثمين. اقعد كده في اي وقت بالله عليك وانت ماشي في الشارع قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، من هنا لغايه ما نروح البيت.
بدل ما تروح، ما انت كلنا واحد فينا جاي من البيت ولا جاي راجع من البيت يعمل ايه؟ ماشي رايح المسجد وجاي من المسجد. انا اوريك بس، اقعد كده احسبها، قول سبحان الله وبحمده، هتلاقي نفسك قلت 100 مره من هنا لبيتك سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وانت رايح. بس ده وقت معطل وبيضيع عليك. الوقت دوت هتوصل للبيت تلاقي نفسك عديت على صبعك 100 مره. غفر لك من ذنبك ما تقدم وتأخر ولو كان مثل زبد البحر. لو كان ذنوبك مثل زبد البحر كلها اتغفرت، بس في ايه؟ وقت كان متعطل. دلوقتي ما عادش متعطل، وانا ماشي اقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. بس يبقى الوقت المعطل دوت مفيش نفع. يبقى وقتك ما يتعطلش. قاعد في اتوبيس زي ما قلت لك قبل كده، اطلع القران، ما معيش مصحف، اقول قل والله كم مره، اصلي على النبي كم مره، ما فيش حاجه. لان فضول النظر بعد ما ابص لديت وابص لدي وابص لده وابص لده قلبك قسي. تيجي تصلي الظهر، ايه ده انا مصلي الفجر وكنت طيران، وكان الظهر ايه اللي حصل؟ عشان قعدت الغفله دي كلها، ما ذكرتش ربنا ولا شكرت ربنا خلال الفتره دي كلها. تيجي تصلي قلبك قاسي، يا دوبك في الركعه الرابعه بتاعت الظهر يا دوبك فكت معاك شويه، تروح البيت تتنكد تاني. لا، لو استغلت الوقت المعطل ده كله هتلاقي نفسك طرت، هتلاقي نفسك قربت. ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل، بالحاجات دي، بذكر الله بتاع النوافل، حاجات مش مطلوبه منك، مش مفروض عليك، بتتقرب بقى لا حتى احبه. فان احببت بقى خد بقى الفتوحات، كنت سامع وكنت بصر زي ما انت عايز بقى اقول. ايضا من ضمن الاشياء اللي لا ينتفع به فكر يجول فيما لا ينفع. فكرك شغال في حاجات ما تنفعش. فكرك شغال في ايه؟ واجمل فكر بيجي لك وقت الصلاه. وقت ما تيجي تصلي يجيب كل اللي انت عايزه، كله يجي لك يحضر لك فيما لا ينفع، بيضيع عليك الصلاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف احدكم من صلاته وقد كتب له نصفها، نصف بس، هو كان مصحصح في النص، وربعها وثمنها، وينصرف احدكم من صلاته ولم يكتب له شيء، زي ما جه زي ما راح. يبقى الفكر ده ما يجولش الا في طاعه الله، يجول في طاعه الله، يجول في طاعة، او في حاجه مصلحه في بيتك. يعني العيال النهارده عاوز اجيب لهم كذا وعاوز اجيب لهم كذا، مصلحه فيما ينفع. لكن ايه رايك بقى في بعض الناس فكره يجول في معصيه الله؟ اضل الناس ازاي، اكلم الناس النهارده في التلفزيون ازاي، واقول لهم ايه، ادخل لهم اي حاجه ولا. وتلاقي واحد بعت لك على الواتس، على البتاع ده كده: يا جماعه انا كنتش عاوز اتكلم في الكلام ده، بس انا قلت هتكلم بقى. اتكلم يا عم المتكلم، قول عاوز ايه. انا بنتي ماشيه وركبت الميكروباص، واحده ست منقبه، لازم منقبه يعني، لازم منقبه عشان نضرب لك المنقبه. واحده ست منقبه قعدت جنبيها وطلعت ابره كده دغزتها في ايديها، البت اتخدرت، بس لولا ستر ربنا قعدت تقول انا مالي، جم جابوها واغمى عليها ولحقناها. يطلع لك كده افتكاسه على النت، قاعد يفكر يضل الناس وما حصلش. الدكاتره قالوا ايه ده؟ ايه البنج اللي اتحط في ابره؟ اتحط ده البنج بنحطه في الوريد، بنحطه في الدم على طول عشان يوصل وينيم على الجلد، يوصل الجلد وينيم. ازاي؟ مين قال البنج ده؟ فين البنج اللي اخترعوه ده؟ وتطلع افتكاسه وتطلع ضحك على الناس. قاعد يفكر ازاي يضحك على الناس، قاعد يفكر ازاي يجيب مشاهدات كتير على النت. يروح جايب لك كده صوره حاطط لك فيشه في صباع موز وبيشحنها بيها ايه؟ بالموبايل. تبص كده يا نهار ابيض، الموز بيشحن الموبايل، يا حلاوه يا اولاد، ما حلوه دي والله، ما اروح اعمل كده يا اولاد. تدخل تلاقي حد بيضحك عليك، حد يضحك عليك وخلاص. المهم قاعدين يفكروا ان يضحك عليك، قاعدين يضحكوا علينا بس. فالفكر لا يجول الا في طاعه الله، او في منفعه، يدخلك في منفعه. ايضا 9، ونخليهم 9 و10 بكره بقى ان شاء الله. اللهم ردنا اليك مرد جميل، عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله، اهل التقوى واهل المغفره. اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا، وزادا نلقاك به غدا ترضى به عنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا، وزادا نلقاك به غدا ترضى به عنا. اللهم فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، اد الدين عن المدينين، اشف مرضى المسلمين، وارحم برحمتك موتى المسلمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.